جزء جديد من سلسلة المصطلحات البرمجية المهمة. في الفيديو ده هكلمكم عن 4 مصطلحات أساسية لازم تعرفوهم لو هتبدأوا تتعلموا البرمجة. يلا بينا. أول مصطلح معانا هو الفاريبل أو المتغير، وده ببساطة مكان بنخزن فيه البيانات اللي بنحتاجها واحنا بنكتب الكود أو البرنامج بتاعنا. لو أنا عايز أخزن اسم المستخدم واستخدمه في أكتر من مكان، فأنا بعمل فاريبل أو متغير اسمه يوزر نيم وبحفظ فيه الاسم بتاعي. بعد كده ممكن أطبع الاسم مع رسالة ترحيبية أو استخدمه من أي مكان في البرنامج بتاعي. تاني مصطلح معانا هو الاريز او المصفوفات، ودي طريقه بنخزن بيها مجموعه من البيانات بس في مكان واحد، وهنا مش محتاجين نعمل متغير علشان نخزن كل اسم في مكان، خاصه لو العناصر كتيره. زي مثلا لو انا في مدرسه وفيها طلاب كتير وانا محتاج اخزن اسماء الطلاب دي في مكان واحد بس، فبستخدم الاري وبسميها students وبخزن فيها كل الاسماء اللي عندي بالشكل ده، وبكده تقدر تطبع الاسماء او تعدل عليها. ثالث مصطلح معانا وهو الكونديشنال ستيتمنتس او العبارات الشرطيه، ودي اللي بتخلي الكود او البرنامج بتاعي ياخد قرارات بناء على شروط معينه. فمثلا لو عايز تكتب برنامج بيتحقق ان المستخدم عمره اكبر من 18 ولا لا، لو هو اكبر من 18 فالبرنامج هيطبع له ان هو شخص بالغ، اما لو اقل فهيطبع له طبعا العكس لايك فولو وتحول لمبرمج.